فيديو النهاردة دليلك الكامل لأسعار فنادق مكة في يونيو 2026، ونركز قوي على يونيو 2026 عشان الأسعار بتبقى مخفضة. هرتبها لكم من الأغلى للأرخص عشان كل واحد يختار اللي يناسبه. كل الأسعار هقولها جبتها بنفسي من مواقع رسمية، وهنقول المسافة قد ايه مشي للحرم وتقييم والبوفيه وكل حاجة. ويلا بينا نبدأ ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول المستوى الفخم. واحد، المستوى الفخم على ساحة الحرم مباشرة. أول حاجة في المنت برج السعادة، سوري برج الساعة، والله ربنا يسعد قلوبكم. برج الساعة، تمام. السعر بيبدأ من 549 ريال في يونيو. ليه يونيو يا جماعة؟ لأن الدنيا بتبقى حر جدا. السعودية تقريبا بتبقى فاضية، تمام. يعني الناس بتستنى لما الشهور تبقى تقرب كده على الربيع والخريف الشتاء، انت فاهميني، علشان طبعا درجات الحرارة بتعدي 50 هناك. طب المسافة بتاعت فيرمونت في برج الساعة صفر. يعني بصي، تنزل دمشق كده على الحرم على طول، تنزل من فندق برج الساعة أو فيرمونت على الحرم. التقييم بقى ايه بقى؟ 9.4 من 10، يعني ممتاز. البوفيه أفخم بوفيه بس غالبا بسعر إضافي. ملاحظة هنقولها تاني عشان الإقامة في ريمونت بيبقى رخيص في يونيو، لأن يونيو بتبقى حر جدا وتقريبا السعودية بتبقى يعني فاضية، تمام. طيب هقول لكم قصر مكة رافلز ده الفندق التاني، المسافة 200 متر من الحرم، التقييم 9.1 من 10، ممتاز وأعلى تقييم من النزلاء. طيب ميزته أجنحة واسعة وإطلالة على الكعبة. السعر ضمن أغلى فنادق مكة، أعلى من فيرمونت نفسه. يعني إيه؟ كل واحد يا جماعة ياخد إيه اللي يناسبه، تمام. في فندق سويس أوتيل المقام مكة، السعر من 700 ل1500 ريال. المسافة اتصال مباشر بالحرم، التقييم برضو ممتاز. طيب في بقى مستوى 5 نجوم، 5 دقايق مشي، المروة، ريحان، روتانا، تمام. أبراج ايه السعر من 750 ل1600 ريال. المسافة موقع مباشر ومتصل بالحرم. والميزة في يعني منطقة للأطفال، لو معاك أطفال ولا حاجة، في منطقة ألعاب داخلية للأطفال ومثال للعائلات. يعني أنت لو مسافر مثلا مع عيلتك، مع المدام مثلا، مع مراتك وعيالك، يبقى ده مناسب ليك جدا. وزي ما احنا قلنا كل واحد ياخد اللي يناسبه يا جماعة. في بقى جبل عمر ماريوت في شارع أم القرى إبراهيم الخليل، السعر بيبدأ من 374 ريال. يعني احنا بدأنا ننزل شوية اهو. المسافة يعني دقيقتين بالظبط للحرم مشي، وفي ممرات مكيفة للحرم. التقييم 8.8 من 10، يعني جيد. احنا بنتكلم بقى على نفط الأوتيل، البوفيه أو المطعم أوليفي، وفي سبيس ماركت، يعني في أماكن للمطعم وإطلالته على الحرم، تمام. في دار الإيمان رويال، وشارع ده في شارع أجاد العام، المسافة 7 دقايق للحرم تمشيهم. السعر ضمن فنادق 4 نجوم متوسط 478 ريال في الليلة. خلي بالكم الأسعار اللي بقولها لكم دي في الليلة يا جماعة. يعني الأسعار بتاعت الفنادق الأولى بتاعت زي برج الساعة كده اللي تخدي دي في الليلة برضو يعني عشان ما تتخضوش معايا. طبعا احنا قلنا دار الإيمان مسافة 7 دقايق مشي الحرم. السعر 800، سوري 400 عشان ما تتخضوش حد يحصل له حاجة. 478 ريال، فخامة 5 نجوم وفي مطاعم متنوعة. طيب تمام. في بقى ايه بعد كده؟ في إلاف المشاعر، برستيج المشاعر في شارع أجيال، السعر 617 ريال متوسط الليلة. طيب يعني ممكن يعلى ممكن حياة الجنس جبل عمر، المسافة 500 متر من الحرم. طيب في المستوى بقى الأربع نجوم دقيقة واحدة اللي هو شارع إبراهيم الخليل. طب التقييم ايه بقى؟ في 3 وفي 8 وفي 19، تمام. ده طابق
وهو 656 غرفة. الموضوع ده ما يهمناش قوي، وعنده ميزة نقل للمطار، يعني الناس اللي موجودين فيه في الفندق ده بينقلوا وفي مركز لياقة. طيب تمام. في شيراتون مكة بقى في جبل الكعبة قريب من ابراهيم الخليل، السعر بيبدأ من 282 ريال. احنا بنقل اهو يا جماعة عشان الناس اللي اتخضت اول مرة اتفقوا معايا. المتوسط 479 ريال. مكة حبيبتي والله. المسافة حاجة 3 دقايق مشي للحرم. التقييم يعني من 4 ل5. طيب البوفيه 3 مطاعم مأكولات شرق أوسطية وآسيوية وعالمية. طيب في فندق مكة الشهداء شارع أجياد العام، السعر 652 ريال متوسط الليلة. المسافة 450 متر للحرم. ميزته بقى أفضل موقع ضمن فئة ال4 نجوم. في إلاف أجياد شارع أجياد، السعر 307 ريال متوسط الليلة. المسافة 350 متر من الحرم. في بقى المستوى الاقتصادي في أجياد السد وأجياد العام في أعمار إليت. أجياد السد السعر 198 ريال. المسافة كيلو و200 متر للحرم. خدمة النقل مجانية برضو للحرم. في لمار أجياد في البرج الثاني شارع أجياد، السعر اقتصادي جيد. المسافة 600 متر للحرم. في بتول تمام أجياد اللي هو أجياد السد، السعر 152 ريال. المسافة كيلو و800 متر للحرم. ممكن تاخدوا على فكرة في اتوبيسات بتنقل يعني. في نسائم الجوري أجياد السد، السعر 120 ريال. احنا بنقل يا جماعة، الناس اللي اتخدت الأول. المسافة كيلو و400 متر. طيب في خدمة مجانية. في شركاء الخير أجيال السد، السعر 110 ريال. أرخص حاجة المسافة كيلو ونص للحرم. وفي خدمة حافلات. شارع إبراهيم الخليل ده كنز عشان أسعاره يعني متدرجة، يعني ممكن تلاقي الأسعار دي طيب الفنادق الفاخرة من 550 ريال كده ل 1500 ريال زي سويس أوتيل في المقام. الفنادق الوسط من 300 ل 550 زي فوكو مكة وفندق فلسطين. الفنادق الاقتصادية من 150 ل 300 ريال زي جوار السقيفة. تمام. ننصح بقى شوية نصايح كده. الأسعار في الأيام العادية بتبدأ من 110 ريال، بس في الحج ورمضان بتزيد 300%. ويوم الحد أرخص يوم، والخميس والجمعة أغلى حاجة لأن السعوديين بياخدوا أجازة في الوقت ده. طبعا في كمان في فندق واحة الضيافة في شارع أجياد السد. الأسفل اللي سكنت فيه ده قولي 500 متر كده، بس فيه طلعة خفيفة. دلوقتي عيلتي التانية وحبايبي وأهلي، دي أسعار يونيو نركز فيها 2026، وهو أرخص شهر في السنة كلها. الخلاصة لو معاك تدفع خليك في أبراج الساعة، لو عايز توازن خليك في شارع إبراهيم الخليل، لو بتوفر خليك في أجيال السد والباص مجاني بيوصلك. قبل ما تحجز اتأكد من السعر والبوفيه مشمول ولا لأ. وعايزاكم بقى تكتبولي نزلتوا فين عشان نفيد بعض. ربنا ييسرها لكم يا رب العالمين. زي ما قلنا كل واحد ميزانيته. تمام. في ناس بتحب تروح الحج هي كده مع نفسها، وانا شفت ناس كتير كده يعني بتاخد التأشيرة وتحجز التذكرة بتاع السفر والكلام ده كله وهم من غير شركات سياحة. بالنسبة للمدينة معظم فنادق المدينة موجودة على بلاط الحرم على طول. زي ما قلنا كده كل واحد ياخد اللي يناسبه يا جماعة. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسونوش بقى عشان انا زعلانة منكم، متنسونوش في اللايك والاشتراك تفعيل الجرس. اكتبوا لي كومنت حلو، قولوا لي طالعين امتى. اتفرجوا على الفيديوهات يا جماعة، انا عاملة فيديوهات حلوة قوي لتجهيزات العمرة وكل حاجة هتلاقوها. انا بحبكم جدا، واتمنى يا رب تزوروا مكة والمدينة كلكم، وربنا يتقبل مننا جميعا يا رب. واللهم عودة علشان بجد نفسي اروح تاني والله. انت شايفين الشوارع دي
طول ما انت ماشيه بقى رايحه الفندق والكلام ده كله، بس مش برج الساعه يعني، لان برج الساعه تطلعوا تنزلي على الحرم، بتلاقي ناس بالحاجات دي تاخدوا منها هدايا وتفرح حبيبكم. ويلا السلام عليكم ورحمه الله.